لعبة ليها عوالم خاصة دايما بيبقى ليها عملة خاصة بيها وقواعد خاصة بالعالم ده، والعالم بتاعنا كان ليه العملة والقواعد الخاصة بيه اللي اتطورت على حسب حاجة البشر. القاعدة الأولى: محدش عنده كل حاجة وكلنا محتاجين بعض. عندك رز وأنا عندي سكر، هنبدل احتياجاتنا من بعض، هديك الشوق سكر وأنت هتديني رز عادي. عايزين نتغدى. القاعدة الثانية: كل ما قل ظهورك زاد جمهورك، وده كان بينطبق على الذهب زمان وعمرو دياب دلوقتي، لدرجة إن هم كانوا بيدوروا عليه تحت الأرض وفوق الجبال كمان. شوف كده في جبال القلب عندك مفيش، عشان مفيش في القلب غيرك. القاعدة الثالثة: اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، والذهب كان كبير القعدة لأنه كان بيضمن إن كل الأطراف تبقى مرضية. أصل مين قال إن قيمة الرز زي قيمة السكر؟ مش يمكن أنا ببدل حاجة قيمتها كبيرة بحاجة قيمتها صغيرة؟ ولضمان صفقات عادلة ونفوس مش مزمزقة احتكمنا كلنا للذهب كوسيلة لتحديد سعر لأي حاجة. القاعدة الرابعة: الرزق يحب الخفية. عايزين رز بس هو هناك في الصين، هتاخد حصانك الهمام وتبدأ الرحلة التمام، ومعاك شوالين 3 ذهب علشان ترجع للمدام بالرز والزكام، علشان الصين برد وانا الصراحه اتزنقت في قافيه. بس بعد كل المشوار ده بيتسرق في الطريق ويتاخد منه كل الذهب. القاعده الخامسه: مودرن بروبلمز ريكواير مودرن سولوشن. ده كده كده، وولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. سؤال بقى: ليه تمشي بشوالين ذهب لما ممكن تمشي باللي يثبت ان معاك الذهب ده، وبدل ما الذهب يبقى في البيت مع المدام يبقى في بيت الذهب، وتسيب شوالين الذهب بتوعك وتاخد القهوه بتاعتك، وعلى ما تخلص فنجان القهوه هيتكتب لك سند ورقي بيقول: وصلنا من التاجر الامين محمد عبد الرحيم شوالين ذهب من عيار ال20. فياخد عبد الرحيم السند المتين ويسافر على الصين ويجيب الرز من غير ما يتسرق في الطريق. القاعده السادسه: لما نحط نظام بهدف التنظيم، دي مش حاجه منظمه، دي حاجه معقده فشخ. بيت الذهب قرر بدل ما نطلع ورق سهل يتزور، ما نطلع ورق ما يتزورش ويكون صادر من الدوله بالخير. الدول بقى عملت ايه؟ طبعت عملات ورقيه بقيمه الذهب اللي موجوده عندها ووزعتهم على الناس. القاعده السابعه: بيت العويل ما يخلفش رجال. منك لله يا نيكسون. ريتشارد نيكسون رئيس امريكا له ما له وعليه ما عليه، جمع كل الدول حبايبه وقال لهم امريكا عندها احتياطي ذهب اعلى من اي دوله، واللي هيشتري مننا الدولار هنديله الذهب. قالوا له: علينا ده احنا اتهرينا. فرد قال لهم: عينينا والدولار علينا. فالدول بقت تشتري الدولار وتخزنه، وتشتري الدولار وتخزنه، وتشتري الدولار وتخزنه، وتشتري الدولار وتخزنه، على اعتبار بقى ان كل دولار امريكا بتطبعه هو بيساوي كميه الذهب اللي عندها جوه. وده زي ما القاعده السادسه بتقول، لحد ما في سنه من السنين كل ما يجي حد يبدل دولار بذهب يقولوا له السيستم واقع والله، او يقولوا له الذهب ذهب. طبعا في وحش جدا ومش وقته، يعني في ازمه. لحد ما نيكسون طلع على الدول وقال لهم مفيش ذهب. قالوا: بس انت حلفت يا نيكسون. قال لهم: انا قلت اديكوا عينيا مش الذهب. وراح خابطهم جملته الاشهر: We must play the game and they must play it with our rules. الدول اضطرت ان هي تقبل بالدولار كبديل للذهب، وبقت قيمه اي عمله في العالم بتتحدد بيه. في النهايه نيكسون اتنحى عن منصبه والجنيه وصل هيثبت فهنعرف.